السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي بقى كده بطانية من الشتا اللي فات، كنت غاسلة كل البطاطين بس ما عدا واحدة بس، دي اللي كانت بنستغطى بيها تقريبا لغاية آخر الشتا. خلاص يعني بتفضل واحدة كده، مش عندي انا بس عند كله، بتفضل واحدة كده بنعملها زي ايه، استبن كده بنتغطى بيها للآخر خالص يعني. فباسيبها بقى باغسلها قرب الشتا كده علشان خاطر إيه، خلاص بابقى خلّصت كل غسيل البطاطين، وبتبقى متبقية واحدة بس، فبتبقى حاجة خفيفة يعني. بما إن الشتا دلوقتي اتأخّر شوية، فلو أنتِ عندِك بطانية يالّا والّا حاجة قومي اتشجّعي كده واغسليها علشان خاطر الشتا ما يجيش عليكِ، لإنها بتاخد وقت طويل جدًا عقبال ما بتنشف. بتاخد وقت يعني محتاجة كده ولا أسبوع علشان تنشف معاكِ. تمام، بس وبما إننا كده لسه الشتا ما جاش بقوته، فقُلت يالّا بالمرّة هاقوم أغسلها وأشوف إيه اللي ورايا، وأعملها بالمرّة علشان تلحق تنشف قبل ما الدنيا تشتي عليها. وكان عندي هنا الأزايز المَيّة المعدنية بيبقى عندي كتير جدًا، فقُلت إيه، هاستغل كده الأزايز دي في إن أنا أعملها باساكِت أو إن أنا أعملها حاجة أحُط فيها الزرع اللي موجود عندي، لإنه كان في شاليات صغيّرة جدًا، حاسة إن هو مش يعني ما بيتنفّسش. خلاص، ال الب ال آمم الشاليات بتاعته كانت صغيّرة جدًا، جدًا، وضيّقة أوي عليها، فقُلت لأ، أنا هاحطهم كلّهم مع بعض، هاقص واحدة وأحطهم كلّهم مع بعض فيها. ففرشت كده المشمع وجبت كل البولات اللي عندي، وبدأت إن أنا إيه، هاطلّع كل الزرع اللي عندي وأحطه في بولة واحدة مع بعضه كده، علشان يبقوا في حاجة واحدة يقدروا يتنفّسوا، وكده والّا كده يعني يكبر براحته ويبقى إيه، واخد راحته غير لمّا تكون بولة صغيرة وضيّقة كده. ففرشت المشمع ده بصراحة اللي هو الحاجات اللي إحنا الأكياس اللي إحنا بناكل عليها دي، حلوة جدًا بتفرديها وتنزّلي عليها اللي أنتِ عايزة تنزّليه، خلاص بتاخد كل اللي أنتِ عملتيه كله والمرمطة والبهدلة والطين ده كله، في الآخر كله هيتلم ويترمى كله على بعضه. بس. فبيني وبينكم يعني الحاجات دي المفروض إحنا نستغلّها في حاجات تنفع، ممكن باسكت، ممكن أي حاجة، أي حاجة ممكن تستغلّيها تقصّيها صغيّرة، تعملي منها حاجات مثلًا للولاد، تحطّوا فيها الحاجات بتاعة المدرسة بتاعتهم، تقصّريها بقى، ماشي، تحطّي خيش، تحطّي قماشة باقية عندِك، وبالشمع كده وتلزّقيها، بتبقى شكلها جميل وتحفة. خلاص، يعني بتبقى مثلًا درجتين كده أو 3، مش عالية أوي طبعًا، تبقى حاجة صغيّرة، مش زي طبعًا حجم الباسكت، وبتعمليها البنت مثلًا تحط فيها تواكها، تحط فيها الكلام ده كلّه، أي حاجة المفروض إن إحنا ما نرميهاش نستغلّها، أي حاجة موجودة عندنا نستغلّها، والله بتنفع وبتبقى تحفة، وبتبقى إعادة تدوير حلوة جدًا، جدًا، بدل ما هي إحنا عندنا حاجات كتير أوي بنرميها، وبيبقى ممكن نعمل منها إعادة تدوير بتنفع في البيت. وعملت هنا بقى إيه، رُحت عملت إسبريسو، قُلت هاشرب بقى الإسبريسو كده وأفكّر أنا هاعمل إيه النهارده، علشان اليوم ما يضيعش بين إيدي كده على الفاضي. فلازم زي ما باقول لكم كل يوم بيبقى بيتحدد له هدف، إحنا بنعمل فيه اللي إحنا عايزينه بقى، لو حاجة بسيطة حتى في اليوم، بتبقى اسمِك إن أنتِ أنجزتِ حاجة. تمام، ومعاه بقى واحدة وهوز كده حلوة محترمة جنب الإسبريسو، وباشربها وأقوم بقى أشوف إيه اللي ورايا وإيه اللي هيتعمل. وإيه اللي أنا هانجزه النهارده. ممكن في أيام كتير أوي إحنا ما ننجزش فيها حاجة، بيبقى ورانا مشاوير ورانا أي حاجة أكتر من الأكل والشرب مش بنعمل، يعني خلاص يعني كفاية لغاية كده تمام أوي. وبعد كده رُحت بقى إيه، شِلت الستارة بتاعة الliving وفرشت غيرها، وبدأت إن أنا بقى إيه، أنزّل كل ده عايز يتغسل، لإن الستارة دي عندي يعني بتتمرمط بسرعة جدًا، جدًا، يعني فوق مما تتخيّلوا. يا دوبك أفرشها والله العظيم ما فيش أسبوع ألاقي الستارة دي من التراب بقت حاجة بشعة. وشِلت كمان الكفرات بتاعة الخدوديات بتاعة الliving، وقُلت برضه هاغسلها، لإن الأوضة دي أنتم عارفين بتبقى أكتر القعاد فيها بيبقى الولاد طبعًا بيمرمطوا، الأكل الكلام ده كلّه، بتُقع عليها حاجة، تُقع عليها مَيّة، تُقع عليها الكلام ده كلّه، فلأ، قُلت يالّا بالمرّة هاشيلها مع الستاير وتبقى غسلة مرّة واحدة، واغسلهم كلّهم مع بعض وهينشفوا بسرعة ومش هياخدوا وقت. قعدت أفكّر بقى النهارده هنعمل أكل إيه، فلقيت في السوق السبانخ حلوة جدًا، 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 فقُلت لأ، أنا هاعمل لهم النهارده سبانخ، سبانخ كده باللحمة المفرومة، في ناس بتحط عليها حمُّص، في ناس بتحط عليها رُز، في ناس بتحط عليها فريك، فكل واحد بقى إيه، بيحط عليها
الافتكاسات بقى بتاعته، كل واحد بيعملها بالطريقة اللي هو بيحبها. أنا باحب أحط عليها لحمة مفرومة، بتبقى طعمها حلو جدًا، تتطعم كده من طعم اللحمة، بتبقى جميلة جدًا. وأهم حاجة في الورقيات دي إن هي بتتغسل كويس جدًا، والسبانخ بالذات لازم تتغسل كويس جدًا، لإن بيبقى فيها كمية تراب ورملة فظيعة جدًا، يعني كمية رهيبة والله بجد. ولازم تتنقع شوية كده في مَيّة بخل علشان تنزّل كل التراب فيها، لإن الحاجات دي بيبقى فيها قواقع وفيها الكلام ده كله. فإحنا في غنى عن الكلام ده كله، نغسل حاجتنا كويس عشان لا قدر الله ما تجيبلناش أي مرض أي حاجة. تحطي كده معلقتين 3 خل، بلاش خل كتير عشان ما برضه ما تتهريش منك والورق ده ما يتهريش منك. وما تسيبهاش برضه كتير في الخل عشان برضه ايه، الورق ده ما يتبلش منك. وافضلي نزلي وطلعي وشيلي وحطي عشان الرمله دي كلها تنزل، لان السبانخ من اكتر الحاجات اللي بيبقى فيها رمله كتير. ساعات ممكن تاكليها تلاقيها بتقرقش كده تحت اسنانك، فلا احنا ايه نغسلها كويس عشان نتفادى كل حاجه بتحصل فيها. بس فحطيت كده بصلايه على النار حلوه، بصلايه كبيره، صفرتها كده وحطيت نزلت باللحمه بتاعتي. خلاص، عايزه بقى تعمليها بقى بلحمه مفرومه كميه اللي تريحك، لو عندك حتى 8 كيلو هتبقى تحفه والله. اي كميه موجوده عندك حطيها على البصلايه وعلى السبانخ بتاعتك، هتبقى تحفه تحفه، هتطعمها وتبقى جميله. بس ونزلت بملح وفلفل وسبتها بقى كده لغايه ما اللحمه تتفكك معايا كده وتبقى كل واحده على حده. خلاص، ما تبقاش متكتله كده كلها في بعض، لا سيبيها كده على حده ان هي تنزل كمان الدهون بتاعتها عشان تطعم منها السبانخ. خلاص، ضربت بقى طماطم في الخلاط. انا دلوقتي مش بستخدم الطماطم اللي انا بعملها، انا بجيب مثلا في كل مره بجيب 2 كيلو او 3 كيلو واعملهم واشيلهم، وبيبقى عندي في التلاجة بستخدمها للطبيخ عادي. ما بطلعش بقى من اللي انا بفرزه، بما اننا مش بنفرز الكميه مره واحده، لا احنا بنفرز حبه حبه علشان خاطر الصحه برضو. واحنا ورانا مذاكره، ورانا حاجات، ورانا مدارس، وكل واحد عنده مشغولياته طول اليوم ونازل وطالع والكلام ده كله. فربنا يعين كل واحد يا رب على اللي هو فيه. المهم خرجت السبانخ بس شطفتها كويس جدا من الخل، خرجتها طبعا. بصوا بتعمل كميه رهيبه، ما تتخضيش، لا بالعكس السبانخ هتنزل الميه بتاعتها وهتكش خالص خالص خالص، وهتلاقيها كشت كده ونزلت في الحله من تحت. كل ده كله هيكش في الحله ويبقى حاجه يعني ايه بسيطه زي ما بيقولوا. تمام، هنا انا كنت جايبه كيلو من السبانخ او كيلو الا ربع. وقلت هعمله كله بصراحه. انا كان نفسي في السبانخ قوي، وقلت لا هعمل السبانخ والله هياكلوا سبانخ لمدة يومين. وقمت عليهم الحد، قلت لهم مش هتاكلوا غير سبانخ غير يومين، كل يوم سبانخ لغاية ما السبانخ دي تخلص. بس فسبتها بقى كده لغاية ما نزلت ميتها. بصوا كشت ازاي. والصلصة طبعا، مع الصلصة لازم تتسبك. خلاص، انا بديها مثلا 3/4 تسبيكه كده، مش للاخر تسبيك. خلاص، وبنزل السبانخ بتاعتي تمام. وبحط كمان مرقه كنور بتاعه الخضار، بتدي طعم حلو جدا جدا للخضار بتاعك، تحفه حلوه جدا. وبحط كمان فصين توم ني، وما تنسيش تحطي مع السبانخ بتاعتك حزمه كده من الكزبره الخضراء. تمام، يعني خرطيها من ضمن تخريط السبانخ بتاعتك. وطشه بقى زي طشه الملوخيه كده، وفي الاخر تنزل على السبانخ، بتبقى ولا اروع من كده، ولا اروع حاجه، وهميه فظيعه والله العظيم بجد، تبقى تحفه. بس فقلت كمان بقى ايه، انا بصحى من النوم اخلص كل الاكل قبل ما انزل، لما بيكون عندي دروس وعندي تمرين وعندي الكلام ده كله، فما بيبقاش عندي وقت خالص. فبخلص الغدا قبل ما بنزل عشان لما بنرجع كده بنكون خلاص جعانين جدا ومش قادرين نستنى. فبشوح الرز تشويحه كده، ولما برجع يا دوبك بعلق على الميه بتاعتي تغلي، اضيف على الرز عبال ما اصلي المغرب او الكلام ده كله، يكون الرز عندي استوى بقى زي الفل وسخن وطازه ومية مية. غسلت الرز وحطيته شوحته، بس شوحت الرز مع المكرونه الشعريه بتاعتي، وهسيبه لغايه بقى ايه ما يتشوح كده تشويحه حلوه. ولما ارجع ان شاء الله ابقى دي في الميه. بس لو هتشوحي الرز وتعمليه بالطريقه دي، يبقى انت هتقللي الميه شويه. خلاص، بتقللي الميه شويه عشان ما يعجنش منك، بيطلع مفلفل وزي الفل، ومفيش احسن من كده. ولو قعدتي رز كده متشوح يومين مش هيقولك لا ولا هيجراله اي حاجه. خلاص، وغطيت عليه بقى وسبته لغايه لما رجعت سويته واتغدينا والدنيا تمام التمام. فقلت بقى ايه،
بما إن أنا عندي لبن رايب فقُلت أنا هاعمل عيش فينو، هيبقى كده إيه حاجة سهلة وسريعة، وهاعمل كمان منه قُرَص بالسكر، اللي هي بتتحشى سكر وقرفة، بس أنا هاحشيها سكر بس. حطيت كده عندي مكعبين من الزبدة، وحطيت كوباية كبيرة من اللبن الرايب، وحطيت 3 معالق سكر، وحطيت معلقة من الخل، وحطيت معلقتين خميرة، وحطيت معلقة كبيرة لبن بودر، وهنعجن كل الكلام الجميل ده كله مع كيلو دقيق. خلاص، بيبقى الكمية بتاعة الكيلو دي بتديكي كمية حلوة قوي من العيش الفينو، ممكن يقعد عندك فترة حلوة يعني. بصوا الدقيق ده اسمه بيكي بيكر، كنت جايباه من كازيون، نتيجته طلعت تحفة جدا، قلت اقول لكم عليه، نتيجته جميلة جميلة جميلة. انا بصراحة اول مرة اشتغل بيه، بس اداني نتيجة حلوة جدا في العيش، حلوة 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 جدا يعني. هشاشة العيش كانت رهيبة بغض النظر عن اللبن الرايب اللي احنا حاطينه، بس لا الدقيق حلو جدا، استخدموه وجربيه كده هيعجبك قوي قوي. اسمه بيكي بيكر. خلاص، بس كان الكيس بنفس اي سعر دقيق بتجيبيه ب17 جنيه، انا كنت جايباه ب17 جنيه. خلاص، معرفش برضو، انا سمعت ان الحاجة غليت تاني، معرفش بكام دلوقتي والله. بس ونخلنا كيلو دقيق ونزلنا عليه كده بربع معلقة صغيرة من الملح، طرف المعلقة الصغيرة كده من الملح، وبدأت أعجن العجينة بتاعتنا. وكنت عايزة بقى أكلمكم في موضوع مهم جدا جدا جدا، والموضوع ده بقى له يومين، وبما إني أنا ساكتة ومش عايزة أتكلم فلازم هتكلم، لأن الموضوع عدى الحدود بصراحة. أنا ساكتة وما بتكلمش لأني مش عايزة أتكلم في الموضوع، وبرضو الإنسانة أو الشخصية دي بتتكلم وتعيد وتزيد في نفس الموضوع. يعني واحدة دخلت لي في فيديو من الفيديوهات قبل كده وقالت لي ايه، انا خايفة منك يا ولاء. قلت لها ليه يا حبيبتي خايفة مني؟ الكلمة بتاعت الكومنت خضتني. فيعني ايه خايفة مني؟ مش فاهمة خايفة من ايه، حاجة غريبة يعني الكلام يعني خضني. ايه خضتني يعني؟ مش فاهمة ايه خايفة مني يعني. فالمهم قلت يعني عندي فضول ليه خايفة مني، فقلت لها ليه يا حبيبتي في ايه؟ قالت لي انا عايزة رقم تليفونك ضروري، ومش رقم تليفونك. انا ساعتها بالصدفه التليفون بتاعي انا كنت عامله له مفرمطاه كله، ما كانش عندي اي حاجه غير اليوتيوب فقط، ولا استوديو يوتيوب ولا الكلام ده كله. كنت لسه ما نزلتش برامج، لان انتوا عارفين ان انا ما عنديش نت في البيت، لما بنزل عند ماما يوم الخميس او الجمعه، فبتابع كل حبايبي اللي موجودين عندي وبنزل فيديو كمان. خلاص، برضو دخلت واديتها رقم والكلام ده كله، فقالت لي لا ده الرقم ده معلهوش واتس. فقلت لها ايه، انا ما عنديش واتس والله، انا لسه الجهاز ما فرمتهوش، ما عملتهوش ولا نزلتش البرامج ولا الكلام ده كله. هاتي الفيسبوك بتاعك وانا ابقى اديكي رقمي الشخصي على الماسنجر على الفيسبوك. قالت لي لا ما عنديش فيس. طيب تمام، يعني انت ما فيش اي حاجه على التليفون وبرضه مصره ان انت على رقم التليفون. طب لو في حاجه ضروريه كنت ممكن تكلميني على التليفون في الرقم اللي انا اديتهولك. خلاص، وده كان رقم عادي، لو حسيت باي تجاوز او الكلام ده كله كنت هشيل الرقم. تمام. المهم فضلت برضو تتكلم، و انتي مش عايزه تردي، انتي مش عارفه ايه، مع السلامه، مع السلامه براحتك. عموما وفرتي إيه؟ انا نفسي اعرف ايه وفرتي دي، وليه قله الذوق؟ ليه؟ يعني انا ما عملتلكيش حاجه، بالعكس انا اديتك رقم تليفوني، رغم ان مفيش حد ممكن يعمل معاكي كده، ورغم ان مفيش حد ممكن هيديكي اي رقم تليفون تكلميه عليه، مستحيل من رابع المستحيلات. يا بنات انا عايزه اعرفكم حاجه، الحاجه اللي احنا بنكتبها على اي تليفون، اي كيبورد، اي الكلام ده كله، هي عباره عن كلمات بس ما فيهاش اي مشاعر. انا ما اعرفش يعني انت ايه تجاهك من ناحيتي، هل انت بتكرهيني او بتحبيني او الكلام ده كله؟ ما اعرفش، ممكن النفاق على يعني مكتسح الدنيا يعني ما شاء الله. فبرضه البني ادم بيحس باللي جوه بقلبه، وبيحس باللي جواه، وبيحس باللي حواليه، وبيحس باللي قدامه. فبرضه تقريبا لازم هتتاخدي وتخافي من اللي بيحصل، ولا انا غلطانه ولا ايه؟ راحت قالت لي مش عايزه تردي، مع السلامه. ايه التكبر والذل اللي انت فيه ده؟ ذل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، حد كده يفهمني، انا مش فاهمه حاجه. ذل ايه وتكبر ايه؟ ربنا يجعلنا ابدا ابدا يا رب ما يجعلناش من المتكبرين، يعني مهما علينا يا رب وطي انفسنا، والحمد لله ما فيش حد احسن من حد، وما فيش حد يعلو على حد، وما فيش حد، يعني دلوقتي الظروف كلها مكتسحه كل الفئات،
ما فيش ولا فقير ولا غني ولا متوسط، كله تعبان وكله في ظروف وحشة، وكلنا عارفين كده، كلنا في ظروف وحشة، وكلنا برضو متأثرين باللي بيحصل قدامنا واللي بيحصل حوالينا. ويعني اقول ايه، انا مش عارفة اقول ايه بصراحة. يعني انا اتصدمت من الكلام وما ردتش عليها. يعني انا ما ردتش عليها، لما رديت عليها قلت لها على فكرة انا ما ردتش عليكي بسبب طريقة كلامك، لان انتي من طريقة كلامك واضح ان انتي قليلة الذوق، وفي قلة ذوق كده في الكلام انا ما حبيتهاش. تكبر ايه واللي انتي بتقولي عليه ده ايه؟ هي طبعا مسحت كل الكومنتات اللي كانت موجودة، بس بصراحة الموضوع كان مضايقني وخد اكتر من حجمه وخد وقته، وانا ما بحبش، انا من الناس اللي ما بحبش ازعل حد مني. ممكن اجي على نفسي علشان خاطر اللي قدامي، ممكن اجي على ولادي عشان خاطر اللي قدامي، ما بحبش ابدا انيم حد زعلان، ما بحبش ازعل حد مني. بس الموضوع يعني تعدى الحدود، اللي هو ايه، في تجاوز في ايه براحتك وما ترديش، وايه الذل ده وايه التكبر ده ووفرتي، ايه ده ايه ده ايه ده، احنا فين هنا، فين هنا؟ وكل ده ليه يعني؟ كل ده ليه؟ ما انت لو انت فعلا محتاجه حاجه، او انت عايزه تتكلمي معايا في حاجه، او انت عايزه تقولي لي حاجه، ما كنتش اتصلتي على الرقم اللي انا اديتهولك. انا على فكره كتبته لها ومسحته تاني على طول، بس لدرجه ان هي خوفتني من الكومنت. ايه انا خايفه منك؟ خايفه مني من ايه؟ مش فاهمه انا عملت ايه. او يمكن لسه ما عنديش انا الخبره على اليوتيوب او معرفه الناس او الكلام ده كله، مش عارفه بصراحه. حاجه يعني بتحصل غريبه جدا جدا. فقلت برضو خليكي ساكتة وما ترديش والكلام ده كله. لما لقيتها بتقولي ما ترديش براحتك مع السلامة، مش عارفة ايه التكبر والذل ده، يعني حاجة يعني فظيعة. يعني خلتني اخرج عن شعوري وارد عليها. قلت لها انا ما رديتش عليكي لسببين: ان انتي في كلامك واضح انك قليلة الذوق، وواضح ان انتي يعني بتطلبي الحاجة وعايزاها اللي هو ايه تحصل كن فيكون، اللي هو ايه هتكلميني يعني هتكلميني. لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. انا ولا انا اعرفك ولا انتي تعرفيني. انتي تعرفيني عن طريق شاشة بس، مش اكتر من كده، تسمعي صوتي مش اكتر من كده، انما انا ما اعرفكيش ولا نعرف بعض ولا شفنا بعض ولا تعاملنا مع بعض. في ناس بنبقى معاشرينها سنين السنين وبياخد وقت واعمار من سنين من عمرنا، وبتبقي انتي كمان تحسي في الاخر تكتشفي ان انتي الناس دي ما تعرفيهاش، او ان انتي الناس دي غريبة عنك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ما بالك حد بقى تاني خالص جديد وداخلك وانا عايزة رقم تليفونك والكلام ده كله. ايه؟ مش فاهمة حاجة. وبعدين يعني الانسان لما بيطلب حاجة بيطلب بذوق، باحترام. كل واحد بيعبر عن اصله، كل واحد بيعبر عن بيئته، كل واحد بيعبر عن اللي اتربى بيه. ابدا ابدا اي كومنت كويس، ما هي يعني معلش يعني مش هيسيء ليكي لو انت كتبتي كومنت كويس ولا سبتي حاجه كويسه او علقتي بحاجه كويسه او الكلام ده كله. كله كل ده بيعبر عن تربيتك واخلاقك، والمكان اللي انت جيتي منه والست اللي ربتك، بس مش اكتر من كده. انما تتجاوزي تتعدي حدودك، انا مش هسمح بكده. اي حد واي صانع محتوى، احنا بجد والله العظيم عشان فيديو يطلع على اليوتيوب تصويره بيبقى صعب جدا جدا، وممكن ياخد منك اليوم كله، ممكن ياخد منك الوقت كله. اللي انتي بتشوفيه دقايق هو بياخد منك اليوم كله، بياخد منك من وقت ولادك، بياخد منك من صحتك، وبياخد منك من كل حاجة. انتي في وصفة ممكن تعمليها في دقيقتين 3، عشان تصوريها ممكن تعمليها في ساعتين 3. فيعني بياخد، يعني انتوا مش حاسين بالموقف، ومش حاسين بالإنسان فيه. لا انتوا حاسين ان البني آدم عشان بيظهر جزء من حياته فهو عايش في رفاهية. لا مفيش رفاهية خالص، كلنا عايشين زي بعض، كلنا عايشين في بيوت عادية، كلنا بنعمل أكلنا شبه بعض، كلنا نشبه بعض، مفيش حد بيختلف عن التاني. ولا أنا غلطانة؟ المهم كده الموضوع أخد أكبر من حجمه، بس أنا حبيت أقول علشان محدش يتجاوز حدوده تاني، علشان مش هسمح بأي تجاوز في الكلام مرة تانية. خلاص، عملنا العيش الجميل اللي انتوا شفتوه ده وطلع معانا بالشكل الجميل ده. وبعدين قلت بقى هروح اعمل غسله كده حلوه للغساله، وكان في مكان في الغساله اول مره اكتشفه في حياتي، بقالي 8 سنين متجوزه واول مره اعرف. خلاص،
فقلت هقوله لكم وانا بعملها علشان خاطر اللي حابب واللي مش عارف زيي يبدأ ان هو يعرفوا. بصوا المكان ده من جوه والله بفتحه بالصدفة لقيت خرطوم كده جوه. تبصوا جامدة، هي جامدة يعني، مش يعني مش هيجيلك مخك ان انت ممكن تفتحي الجلدة دي علشان تعرفي ايه اللي جواها. انتوا فاهمين قصدي؟ بس فبدأت ان انا بالفرشة كده ادخل الفرشة واطلعها بالكلوروكس الالوان والخل والمية وحبة كده من البرسيل الجل وانضفها، لان كل التراكمات دي تحسي ان في فترة كده من الفترات غسيلك ما بيطلعش زي الاول، وان بيبقى فيه ريحة مش حلوة ومش طيبة بتطلع في الغسيل مهما حطيتي مسحوق ومهما غيرتي المسحوق ومهما حطيتي كمية من المسحوق بتطلع برضو ريحة الغسيل مش حلوة. فلازم الدورة دي تتعمل على طول في الغسالة علشان خاطر تطلع معاكي فلة كده والغسيل ريحته حلوة وكل حاجة ريحتها حلوة. خلاص اعمليها على الأقل مرتين في الأسبوع. امسكي كده الحلة عشان تديكي كفاءة كويسة، ولازم الجلدة دي بعد كل غسلة تتنشف كويس، وباب باب الغسالة يتنشف كويس علشان خاطر ما يعملش ريحة، وباب الغسالة لازم يتساب مفتوح بعد الغسيل عشان تتهوى الغسالة وما تعملش ريحة مش طيبة جوه الغسالة وتعمل كمكمة للغسيل. خلاص غسلناها كده من جوه كويس وغسلناها كمان من بره. هنمسحها كده ونغسل الدرج بتاعها برضو، نحط كده حبة من الخل تاني عشان نعقمها كده، وشغليها بقى على اعلى درجة حرارة موجودة عندك. اعملي لها دورة كده حلوة علشان تعقمها والغسيل بتاعك يطلع ريحته كده يعني مفحفحة كده وجميلة زي ما بيقولوا. خلاص مسحتها بقى كده وغسلتها من جوه ومن بره وخليتها فله كده علشان خاطر الحاجات دلوقتي يا بنات بقت غالية. حافظي على الحاجة اللي عندك علشان كل حاجة بقت أسعارها رهيبة واحنا في الزيادة. مفيش حاجة كل يوم، مش كل يوم والله، هو تقريبا كل ساعة بتلاقي زيادة مختلفة عن الزيادة اللي قبليها. يعني معرفش بصراحة في ايه، ربنا المستعان، ربنا يا رب يعدي الفترة دي على خير. وهي معلش فترة متعبة على كل الناس وعلى كل البيوت وعلى كل الفئات، فربنا يعديها على خير يا رب. حطيت بقى هنا في كربونات صوديوم وحطيت كمان خل وحطيت شوية من الكلور يعقم بقى، والدنيا دي كده تبقى ريحتها حلوة ومفحفحة وفلة كده وتبقى زي الفل. وغسلنا كده الغسيل بتاعنا، عملنا قصدي دورة الخل، وهنبدأ نحط بقى الستاير اللي احنا شلناها ونحط كفرات الليفينج علشان خاطر يتغسلوا بعد دورة الخل الحلوة دي. بصوا الغسالة بقت بتبرق من جوه، بقت حلوة جدا جدا جدا، ريحتها حلوة. بصوا فلة. امسحي بقى كل ده كده. بصوا دي كانت في اول ما اتجوزت، ما كنتش اعرف ان كل ده لازم يتعمل في الغسالة والله. فبدأت ان انا انتبه بقى للكلام ده بعد فترة. يعني كانت بتقع مثلا هنا فضة او الكلام ده كله فصدت في الجلدة بتاعة الغسالة. بس انتي لو لسه متجوزة خلي بالك من الحاجات دي، حافظي على الغسالة عشان تعيش معاكي عمر اطول وتديكي كفاءة حلوة للغسيل مهما طال بيها كمان السنين او الوقت. حطينا بقى كل الكلام ده كله وغسلنا الغسيل بتاعنا ونشرناه كمان، وعملنا العيش الجميل اللي انتوا شفتوه ده والقرص حشيناها سكر وعملناها كده ودوبنا شوية مية بسكر وحطينا كده العيش بتاعنا فيها، وبدأنا ننزل في السمسم عشان لو حطيتي السمسم كده هيقع، انما لو حطيتي العيش في المية بسكر وطلعتيه زي ما انا عملت وحطيتيه في السمسم هيبقى حلو جدا جدا معاكي، هيمسك السمسم وطعمها كمان بتبقى تحفة، والسكر ده يبقى عامل زي الملبن من جوه، تبقى طعمها حلو قوي قوي. والحاجات دي بتبقى وفر في البيت واحنا عارفين وانضف. احنا عاملينها بلبن رايب او اعمليها بالزبادي اللي موجوده عندك، والله حتى لو بميه بس والله مش هتقول لا، كله هيبقى فله وتمام التمام. والحاجات دي بتدي كميه كمان لما تيجي تعمليها في البيت كميه حلوه جدا. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني.